بالكم ثم ردوا بالكم. يعيط لك شي حد في الهاتف يقول لك ربحتي معانا، اعطينا معلومات. الا يقول لك الله يخليك راه حنا كنديروا التحيين ديال الملف ديالك البنكي. الا التحيين الملف ديالك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيت راه وقع لنا واحد التسريب وراه حنا بغينا نعالجو، ودابا الله يخليك خصك تعاوننا باش ما يوقعش هذا التسريب. الا ويعيط لك شي واحد يقول لك انتم عارفين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرض لواحد العمليه دابا خطيره ديال الاجرام السبراني. دابا الله يكثر خيركم حنا كنتصلوا بالمنخرطين ديالنا كلهم باش تعطيونا بعض المعلومات باش ندقوا وباش نصلحوا وباش نشدوا الباب على هاد المجرمين. فلهذا تعطيني الله يخليك هذه. الا شوف باختصار في هذا الوقت، بل حتى في الوقت المناسب في الوقت المستقبلي، اي واحد عيطك في الهاتف ولا صيفط لك رساله الكترونيه او رساله قصيره عبر الهاتف النقال ديالك او عن طريق العلبه الالكترونيه ديالك، ما تجاوبش. ما تجاوبش، ما تعطي حتى معلومه، ما تعطي ولو يقول لك راكي لا شوف غدوز 24 ساعه، الا ما عطيناش المعلومه في 24 ساعه راه غادي نضطروا نقطعوا لك 100 درهم من الحساب ديالك كل نهار، لان هذه العمليه حسابيه مهمه غادي نديروها وغتعطينا هذه المعلومات، والا راه نقطعوا لك من الحساب ديالك 100 درهم او 1000 درهم او 10000 درهم. الا ما درتيش العمليه في 24 ساعه راه نقطعوا لك الفلوس وراك كتحمل المسؤوليه. كيفما كان الاسلوب، انا تنقولها لكم وعاود تنقولها ايها الناس، الناس اللي ما قارينش، الناس اللي قارين، الناس اللي في الباديه، الناس اللي في المدينه، الناس اللي في المقاهي، اللي في الشركات، اللي في المعامل، اللي في ديوركم، اللي فين ما بغيتي تكون انت جالس وجاتك رساله هاتفيه قصيره او عيطك شي حد في التليفون، واياكم تستجبوا الطلب ديالهم وتعطيهم معلومات.